السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، اليوم سوف أقدم لكم وصفة رائعة جدا لتنعيم وفرد وترطيب الشعر الجاف جدا. وصفة بمكون سحري، وهي هذه البودرة، بودرة أو الجيلاتين. هذه المادة التي تصنع منها أنواع مختلفة من الحلويات، حيث أنه يحتوي على مادة الكاروتين، وهي من أهم المواد التي تمنح الشعر الصحة والحيوية، لذا يعالج الشعر من مشاكل التقصف والهشاشة، ويكثف الشعر ويقويه. ما نحتاج لتحضير هذه الوصفة: سنقوم بأخذ ملعقة من هذه البودرة، ونقوم بأخذ القليل من الحليب، قليل من الحليب، ونضعها على النار حتى يدفأ لنا الخليط بعد الشيء. سأضعها الآن فوق النار. بعدما قمت أخواتي بتدفئة الخليط من على النار، انظروا، أصبح الحليب تخن بعض الشيء. سنقوم بوضعه في سنضيف عليه حمام كريم، 2 معالق من الحمام كريم التي تستعملينه، أي حمام كريم أنت تستعملينه. سنضيف ملعقتين، ونضيف ملعقة كبيرة زيت الزيتون، ونخلط هذه العناصر جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة بيضة لهذا الخليط، ونخلط هذه المكونات جيدا. قومي أختي الكريمة بوضع هذا الخليط على شعرك لمدة ساعة إلى ساعتين، وانعمي بشعر كالحرير. داومي على هذه الخلطة 2 مرات بالأسبوع حتى تحصلي على النتائج التي تحبينها. بعد ذلك قومي بتطبيقها مرة واحدة في الأسبوع فقط. أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا.